دلوقتي معانا تجربة تصوير بكاميرا شاومي مي 10 تي برو، واحنا امام قصر عائشة فهمي. المفروض ان التليفون ده مميز جدا في الكاميرات، عشان كده انا قلت ابدا اصور هنا في قصر عائشة فهمي وانا صايم يا جماعة. فيعني ما تنسانيش بقى، يعني انتوا فاهمين، قصر في ارقى مكان في مصر يا جدعان، على النيل الجميل اللي ربنا يبارك لنا فيه. معانا اول صوره بالالترا وايد، كاميرا 13 ميجا بكسل، والكاميرا دي مش عجباني قوي يا جماعه، هنقول ليه خلال الفيديو. ودي المين كاميرا ال 108، بصراحه كاميرا تحفه. والتليفون هنا فيه زوم ديجيتال، مش اوبتيكال، مش حقيقي. زي ما احنا شايفين كده بقدر اعمل زوم، والتليفون بيعتمد على السنسور الكبير ال 108 ميجا بكسل، انه بيعمل كروب للصوره او بيقصها وبيطلع لك الزوم الفظيع ده. يعني دي 30 اكس، بصراحه حلو. ده بقى انا هنا مفعل الوضع ال 108 ميجا بكسل، وصورت الصوره دي. بص كميه التفاصيل اللي طالعه، الصوره دي حكايه يا جماعه. وبصراحه التليفون ده مميز قوي في الكاميرا الرئيسيه بشكل كبير قوي، وخاصه لما تفعل الوضع ال 108 ميجا بكسل. والصوره دي بالالترا وايد، وهنا الدايناميك رينج مظبوط قوي. والقصر ده بالمناسبه دي صفات الجزائر يا جماعه، ربنا يحفظ الجزائر ويحفظ شعبها ويحفظ كل بلادنا العربيه، وتحيه لكل شعب الجزائر العظيم يعني. انا هنا وقفت، بص يعني تنحت قدام القصر ده بسبب جماله وبسبب الدايناميك رينج هنا مظبوط قوي. وده بسبب ايه بقى؟ هقول لكم. هنبص كده على الصورة دي، ده قصر عائشة فهمي، الشمس في ظهر القصر، فالإضاءة جاية على العدسة فضيعت الدايناميك رينج، يعني زي ما احنا شايفين الجزء اللي فوق ده. فاللي انا عايز اقوله ان الدايناميك رينج يا جماعه اللي هي مناطق الهايلايت ومناطق الشادو، فهنا فرق عن مناطق الهايلايت جامد. ما كنتش اتمنى الصراحه ان ده يكون موجود في تليفون، يعني مفترض ان هو فلاج شيب كيلر. صحيح الصور حلوه، لكن يعني الدايناميك رينج مش مظبوط قوي. جوه القصر هنا دي بالزاويه بالكاميرا المين كاميرا او الكاميرا ال 108 حلوه قوي، ما فيهاش اي مشاكل. المشكله هنا في الالترا وايد ان برضه الدايناميك رينج مش مظبوط. المناطق الهايلايت بص ورا هتلاقيها مفرقعه، والمناطق الشادو هتلاقيها قافله قوي. يعني مش عارف يعني بص هنا دي صوره حلوه بالمين كاميرا، المين كاميرا حلوه، الكاميرا الرئيسيه حلوه. وبرضه بتقفل شويه برضه مناطق الشادو، لكن تمام شغاله يعني. المميز بقى قوي في الكاميرا في التليفون ده هي الوضع، لما اجي افعل الوضع ال 108 ميجا بكسل. بص كده هي الصوره غامقه عشان انا كنت عامل فوكس على اللوحه دي. بص اللوحه ولما تخش عليها بقى وتعمل زوم حاجه، يعني بص في منتهى الجمال الصراحه. كميه ديتيلز تفاصيل حكايه. يعني بص اولا الاضاءه مش عاليه، لكن بص كل حاجه السلسله ظاهره، والتفاصيل الصوره في منتهى الجمال. والاخ اللي لابس فستان ده مش عارف ايه ده. دي طبعا القصر معمول على الطراز الاوروبي. والابليك بص الابليك اللون الاصفر فيه ظاهر قوي، حتى هنا اللمبه المحروقه باينه. فاللي انا عايز اقوله ان الوضع ده مميز جدا في التليفون بشكل رهيب يعني. برضه المين كاميرا بقى لو انا مش بصور بالوضع حتى ال 108 فبيديني تفاصيل كويسه ودايناميك رينج معقول، بعكس الالترا وايد. بص بقى اللي مفرقع الهايلايت، والصوره الوانها كده باهته مش تمام قوي. دي صوره برضه يعني عشان تشوفوا الالوان عامله ازاي. لكن بص بقى الوضع ال 100 لما باجي افعل الوضع 108 ميجا بكسل بيديني تفاصيل. انا يعني طول الوقت عمال اصور الوضع ال 108. يعني بص الستاره دي اللي جايبينها من العتبه بقى في الثلاثينات يعني. الالوان جميله جدا، وكميه ديتيلز وتفاصيل حكايه، كونتراست مظبوط جدا. صحيح الالوان قافله، برضه نفس الكلام هنا بالوضع ال 108 ميجا بكسل. صحيح الكاميرا دي بتقفل الشادو قوي، لكن بتطلع كمية تفاصيل حكاية. يعني في اللو لايت بتقفل الشادو شوية، لكن في المجمل كده هي تحفة. بص بقى هنا دي بالوضع الالترا وايد اللي انا عمال اقول عليها وحشة، الصورة هنا طالعة مظبوطة قوي. يمكن عشان كان في اضاءة في ظهري جاية على الحيطة دي، فالاضاءة طالعة، الصورة فيها ديتيلز محترم. لكن دي يمكن الصورة الوحيدة اللي طلعت مظبوطة معايا بالزاوية العريضة او بالكاميرا 13 ميجا بكسل. هنبص برضو هنا تاني في الصورة اللي جاية. هنا بص الكاميرا الأساسية المين كاميرا قادرة تطلع الهايلايت معقول، لكن بتقفل الشادو برضو.
بص هنا في الالترا وايد يعني بص عامله كده فرح العمده، يعني شايفين الاضاءه خارجه من كل حته. الصور السيلفي في اللو لايت برضه بتضيع تفاصيل الوش، لكن مش وحشه، يعني اديها مثلا 6/10 او 7. برضه بص لما يكون في اضاءه عاليه بتلسع كده، شايف القوة عندي لاسعه. وبرضه في البورتريه الصور مش وحشه، لكن انا كنت اتمنى ان الصور تطلع افضل من كده. لكن الصوره دي بص عشان انا قدرت اظبط الاضاءه اللي جايه على وشي طلعت صوره تحفه، والتفاصيل فيها جميله جدا والعزل مظبوط قوي. ونأسف لبشاعة المنظر. عموما يعني الكاميرا حلوه ما فيهاش اي مشاكل، الكاميرا الاساسيه حلوه قوي. انا بس مش عاجبني الكاميرا ال 13 ميجا بكسل، يعني مش عارف يعني انا كنت اتمنى ان التليفون شايفين هنا بقى الاضاءه اللي لاسعه فوق. كنت اتمنى ان التليفون يبقى فيه كاميرا افضل من كده، الزاويه العريضه، لان التليفون مفترض ان هو في فلاج شيب كيلر يعني، فمفترض يديني اداء افضل من كده. وده تصوير بالكاميرا المايكرو ال5 ميجا بكسل، بصراحة ممتاز، لكن لازم يكون في مصدر إضاءة عالي. والتصوير الليلي بقى متوسط مش جيد حتى، زي ما انتم شايفين كده الدايناميك رينج مش مظبوط خالص، وخاصة في الالترا وايد الصورة دي بايظة خالص. السما هنا مش واضحة بسبب برضه الإضاءة العالية أو إضاءة الكشافات. يعني عموما هي صورة مقبولة أو متوسطة، يعني متوسطة إلى جيد في الإضاءة المنخفضة. التصوير بقى السيلفي بالليل بص الصور وشي ممسوح، لكن لو قدرت تظبط ايديك كده مع الاضاءه ممكن تطلع صوره كويسه، يعني زي الصوره اللي جايه دي بصراحه ممتازه جدا، لاني قدرت اظبط الاضاءه اللي جايه على الوش. والتصوير بالفيديو بالتليفون ده مميز جدا بسبب الاو اي اس المثبت البصري، وفي النهايه هنشوف القصر بالكامل بالفيديو. لكن دلوقتي انا هعرض كالمعتاد بقى صور للقصر من الداخل بال100 تي برو. وفي اخر الصور دي هتشوفوا صور للاي 52 مع ال100 تي برو. انا كنت مصور قبل كده بالسامسونج الاي 52 اللي هو ب 5000 جنيه، وعايزكم تقولوا لي رايكم في الكومنتس في الاخر انهي صور افضل. في التصوير الفيديو اللي انا شايفه ممتاز جدا جدا، يعني المايك تحفه، والثبات الالكتروني شغال، يعني بص زي كانك ماسك تليفون فلاج شيب حقيقي، يعني الاو اي اس هنا شغال تحفه.
نقيم كده الاداء بسرعه بتاع الكاميرات. التليفون فيه 3 كاميرات. الكاميرا المين كاميرا 108 ميجا بكسل دي جيده جدا لممتازه. كاميرا حلوه ممكن نديها 8 من 10. والكاميرا الالترا وايد كاميرا بصراحه يعني تعتبر يعني مقبوله، يعني نقول 5 من 10 بسبب ان زاويتها ضيقه والدايناميك رينج بتاعها مش حلو، وخاصه بقى بالليل يعني. والكاميرا الثالثه المايكرو اللي هي 5 ميجا بكسل انا شايفها كويسه، بس لازم برضه تصور في الاضاءه العاليه. ليه انا بقيم بقى التقييم ده قوي؟ لان التليفون هنا خابط في سقف الفئه المتوسطه، التليفون ب 8000 جنيه، فانا كنت منتظر يديني اداء افضل من كده، وخاصه ان التليفون ده بيصنف انه فلاج شيب كيلر، فاداء الكاميرات معقول. وهنا نيجي نهايه الفيديو. انا هنا خلاص اتكلمت على الكاميرات، فلو انت داخل عشان تشوف الكاميرات وقف هنا، لان دلوقتي هتكلم عن القصر عائشه فهمي بالتفصيل واقول تاريخه كده. القصر ده اتبنى سنه 1907 على الطراز الاوروبي زي ما احنا شايفينه، للمصمم الاشهر في الوقت ده انطونيو لاشاك. والقصر بالداخل فيه 3 غرف على اليمين و3 على الشمال. ال3 اللي على اليمين 3 صيفي لانهم بيطلوا على النيل. ونكمل انه انطونيو لاشاك زي ما نقول ده كان اشهر معماري ايطالي وكان عايش في مصر، والراجل ده يعني شغل منصب مدير القصور الخديويه، وانشا العديد من القصور زي قصر الطاهره والزعفران والاميره فاطمه. وللقصر ده شايفين يا جماعه القصر من جوه عامل ازاي، شايفين الغرف والديكورات وحاجه يعني في منتهى الجمال. للاسف الجمال ده كله كان عايش جواه بقى، ما كانش فيه اي سعاده يعني عايز اقول ان السعاده مش في الفلوس، بس اديني الفلوس انت ومالكش دعوه يعني. لا، القصر ده ليه قصه حزينه بالفعل. يعني القصر ده كان ملك علي بيك فهمي مؤسس القصر، وهو واحد من اغنى اغنياء العصر ده، وتزوج في القصر من فرنسيه اسمها مارجريت ميلر، وعاش معها كام شهر كده في القصر الخطير ده. بس سافر لندن واكتشف انها بتخونه، فواجهها بالخيانه ديت. وللاسف انها لما واجهها بالخيانه اتخانقت معاه وطلعت المسدس وبيه وثلاث رصاصات خلصت عليه للاسف. وبس الحكايه ما انتهتش لكده، ان الست مارجريت ميلر جابت اشهر محاميين في لندن اللي هو السير مارشال او مارشال، وهو اقام دفاعه على ان مارجريت متجوزه من عربي متخلف. للاسف القضيه دي كانت يعني انا بحثت فيها، كانت عامله ضجه كبيره جدا، لانها كانت خناقه ما بين الشرق والغرب. الراجل اقام دفاعه بالكامل على ان الست ديت كانت متجوزه واحد متخلف عربي، وهي كانت بتدافع عن نفسها لانه كان دائم الشجار معاها يعني، فراحت مخلصه عليه يعني حاجه غريبه جدا، وخدت براءه. احنا كده رايحين على الغرف الشتويه بقى اللي مش بتطل على النيل. شوفوا جمال كل حاجه، شايفين المدفأة دي بقى شتوي بقى، ففي مدفأة حاجه جميله. المهم الست مارجريت ما سكتتش بعد ما قتلت الراجل يعني هي خانته وراحت قتلته، يعني بدل ما هو اللي يقتلها، لا هي اللي قتلته. حاجه يعني غلب الصراحه. جت مصر عشان تاخد ورثه. والله حاجه لما جيت قريت القصه كنت مستغرب قوي. الست بعد ما قتلته وخدت براءه في لندن، ورجعت مصر عشان تاخد ورث ليه يعني. طبعا ما خدتش الورث الحمد لله يعني. وقال بقى القصر ده لاخواته البنات، هو كان ليه 4 اخوات بنات، والست او السيده عائشه فهمي اخته اشترت نصيب اخواتها ب 72,000 جنيه يا جماعه. ب 72 اشترت القصر، اشترت نصيب اخواتها ب 72,000 جنيه. وبرضه للاسف ما اكتملتش يعني، ما عاشتش حياه سعيده يعني زي ما بيقولوا. اتجوزت 3 مرات، من ضمنهم جوازه من يوسف بيك وهبي. وللاسف برضه الجوازه دي ما استمرتش، بسبب ان يوسف بيك وهبي استوحى فيلمه اولاد الزوات من قصه اخوها اللي اتقتل، فهي طبعا يعني حست ان هي بتستغل فطلقت وهي ما خلفتش. احنا كده فوق، وطبعا ملاحظين طول ما احنا ماشيين التماثيل الجميله اللي في كل مكان دي، وده لان القصر بالكامل بقى ملك هيئه الفنون الجميله، وده مجمع الفنون يعني. فدي كلها لوحات يعني، وفي لوحات عالميه كمان في القصر ده على فكره. ولو خدتوا بالكم ان القصر فيه كده زي قماش، والقماش ده كله حرير يا جماعه، كله حرير وكتان. فيعني دي بقى الغرفه فوق، احنا فوق زي ما قلت، دي الغرفه اليابانيه، وفاتنا الياباني مش هيرجع تاني. دي الغرفه دي اهداها السفير الياباني
لعائشة فهمي بالكامل من اليابان. يعني هي صممت في اليابان وجت اتحطت في القصر ده. ولو هنلاحظ في تمثالين لبوذا مطليين مش عارف بقى ميه الدهب ولا ايه، بس هو بلون ذهبي كده. الاوضه دي جميله قوي، لو انتم مش هتقدروا تروحوا فانا بصورها لكم. شايفين الزخارف اليابانيه حاجه في منتهى الجمال، ويعني بحب اليابان يا جماعه، وبحب كل حاجه ياباني. القصر جميل جدا، حتى في القصر الحمامات بتاعه القصر فيها غاز، يعني فيها سخان غاز برغم ان الغاز ما كانش منتشر. وزي ما انتم شايفين يا جماعه القصر بالكامل فيه جداريات من الحرير والكتان. شايفين دي لوحات كده من الحرير، وصور في كل مكان أوروبية، وحاجة يعني رفاهية مطلقة، لكن ما كانش في سعادة زي ما قلنا. واحنا دلوقتي رايحين على الدريسنج روم، الأوضة بقى بتاعت الهانم عائشة هانم فهمي. شايفين يا جماعة القصر عامل ازاي، حاجة في منتهى الجمال. دي الدريسنج روم او اوضه، مش اوضه النوم، دي الاوضه اللي كانت بتغير، يعني اللي كان فيها الملابس يعني. المهم يعني النهايه، ده نهايه الفيديو. يعني انا هسيبكم بقى تتفرجوا على بقيه القصر براحتكم، واتمنى يكون القصر عجبكم والتصوير عجبكم. بالمناسبه التصوير بالكامل بال200 تي برو اللي انا شايفه ممتاز في الكاميرا، في كاميرا الفيديو تحديدا. وعايزكم كمان ما تنسوش تقولوا لي رايكم في المقارنه اللي انا ما كنتش عايز اعمل مقارنه، بس هي جت كده، اللي هي ما بين السامسونج ال A52 اللي هو فئه سعريه مختلفه خالص عن ال200 تي برو، اللي انا شايف بصراحه ال A52 مش عايز اقول رايي بس هقوله ال A52 في الزاويه الالترا وايد تحفه يعني فيه. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وقولوا لي رايكم في القصر وفي التصوير، واتمنى ان انتوا تدعوا لي كده بظهر الغيب، وربنا يحفظكم ويحفظ الجميع. والسلام عليكم.